السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم في مطبخ فاطمة حبيب. قبل ما نبدأ الكلام نصلي على الحبيب. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. النهاردة إن شاء الله هنعمل طواجن نوتيلا زي ما انتم شايفين كده طواجن. هنعملها إيه؟ طواجن نوتيلا دي من الحاجات المحبوبة طبعا، الشوكليت الناس كله كبار وصغيرين بيحبوه. فهنعملها في البيت، بتتباع بأسعار غالية جدا. هنعملها في البيت، ممكن تتعمل في صينية الكيك بتاعها، وممكن يتعمل في الطاجن نفسه. احنا ايه طبعا علشان اللي هيعمل كمية، الصينية اوفر له احسن له طبعا، لانه عايز فرن كبير ومساحة كبيرة. فاحنا ايه النهاردة ان شاء الله نعملها في صينية، وايه وتبقى سهلة جدا. مقاديرها: معايا كوبايتين دقيق، ومعايا معلقة نشا، ومعايا بيكنج باودر، ومعايا بيضتين، ومعايا كوباية سكر، ومعايا كوباية لبن، ومعايا فانيليا مادام في بيض في فانيليا، ومعايا معلقة كاكاو. دي المقادير، وطبعا نص كوباية زيت. دي المقادير كلها. وايه هنعملها بقى في الايه في الخلاط. هنضرب المقادير كلها ايه في الخلاط. هنضرب اول حاجة هنضرب البيض مع الايه مع السكر. هنضرب البيض مع السكر. طبعا انا هضرب البيض والسكر وارجع لكم. شايفين ضربت البيض والسكر؟ شايفين لونه فتح ازاي؟ انا عايزه اللون ده. هنعمل ايه بقى؟ هنضيف كل المكونات. بعد كده هنضيف الزيت، وهنضيف اللبن. كوبايه اللبن دافيه. نسيت اقول لكم إن انا دفيت اللبن. كوبايه اللبن ومعلقه خل. خلاص. وايه وطبعا انا حاطه ذره ملح. وهضرب بقى ايه وهجيلكم. دلوقتي انا ضربت كل المقادير على بعضها. وهنا طبعا الدقيق منخول كويس. هنعمل ايه؟ لازم انخل طبعا المعلقه الايه كاكاو اللي يكون اسباني، وده النشا معلقه نشا. عارفه انا قلتها في المقادير ولا ايه؟ وادي البيكنج باودر، ونص معلقه بيكنج صودا. معلش ديت انا ممكن اكون ما قلتهاش في المقادير. طبعا انا نخله دي كويس. شايفين بيطلع منه ايه اهو. الحاجات دي لازم ايه نخلي بالنا منها. هي حاجات بسيطه جدا ما تذكرش، بس ايه ممكن الحاجات دي تسيب اثر جامد قوي. فاحنا لازم ايه نخلي بالنا. هنقلب بقى دقيق كويس. بسم الله الرحمن الرحيم. قلب الدقيق، وبعد كده نحط عليه ايه بقيت نشيل بقى حاجتنا دي كلها. كل حاجه ايه حوالينا، وايه ننضف كده. الخلاط خلاص مش محتاجينه، بس نشيله. ونعمل بقى ايه خلاص قلبنا كده ننزل بقى بالخليط بتاعنا اللي احنا عملناه. نقلب كله بس حاجات كده مع بعضيها. بس نحط بقى الخليط بتاعنا. بسم الله الرحمن الرحيم. اللي استنوا يا حبايب، ونقلب واحده واحده. نقلب واحده واحده كده في اتجاه واحد، لحد ما ايه كل المقادير تختلط ببعضها. بس كده ان شاء الله تطلع حلوه قوي. بس اقلب كده. افضل اقلب كده ايه في اتجاه واحد. شايفين؟ بسم الله الرحمن الرحيم. مش عايزه اطول بس الفيديو ايه لحد ما ما يبقاش في عجينه خالص كده، عشان في عجينه اهو. اهو خلاص. اجيب بقى الصينيه. لازم اتاكد ان ايه ان ما فيهاش اي عجين. خلاص بس كده اهي. الكيكه بتاعتنا ايه طبعا هو فيها شويه. احطها بس ايه شويه الخلاط بس اقلب كده ايه. محتاجه بس ايه ذره ميه صغننه. لبن ميه عشان عايزه العجينه ايه متبقاش سميكه، عشان تطلع هشه وحلوه وطريه. بس كده خلاص. نجيب بقى الصينيه بتاعتنا. انا دهن الصينيه
هي الصينيه بتاعتي ما بتلزقش، بس انا دهناها برضو. بسم الله الرحمن الرحيم. مولعه الفرن قبليها مش اقل من 10 دقايق. وادلق بقى ايه في الصينيه. شايفين انا عايزه القوام ده؟ شايفين القوام ده؟ انا عايزه القوام ده. طبعا اشيل كل اللي في الطبق اهو، بس كده. وادخلها ايه الفرن على الحراره 180. وبعد كده ايه اهدي الفرن اول ربع ساعه. بعد كده هي هتقعد ايه حوالي نص ساعه الى 5 دقايق او نص ساعه لكل واحد على حسب فرنه. وبعد كده هدي الفرن بس. شايفين في اسهل من كده؟ هدخلها الفرن بقى خلاص. بصوا بنفتح الفرن بسم الله الرحمن الرحيم وبنختبر ايه الكيكه بتاعتنا. بنجيب خله ونحطها في النص كده. ان طلعت فيها حاجه شايفين فاضيه ما فيهاش اي حاجه. عايزه اوريها لكم ناشفه خالص اهي ما فيهاش حاجه خالص كده. يبقى الكيكه ايه استوت. هنعمل ايه؟ هنطفي الفرن. خلاص كده هنطفي الفرن ونعمل ايه؟ ونسيبه موارب. موارب ازاي؟ هنسيبه موارب. هنجيب اي حاجه عندنا ايه ونعمل الفرن ايه نخليه موارب كده. خلاص احنا طفينا الفرن. نسيب الكيكه لحد ما تبرد. شايفين الفرن موارب ازاي؟ بس نسيبها لحد ما تبرد. دلوقتي الكيكه خلاص طلعت من الفرن. سيبناها ايه تبرد. هنقلب الكيك بقى بسم الله الرحمن الرحيم. شايفين الكيكه؟ عايزه اوريها لكم بس طريه ازاي. شايفين طراوتها؟ شايفين قد ايه طريه وحلوه. نقلب بقى الكيك كده. اللهم صل على النبي. اللهم صل على النبي. بسم الله الرحمن الرحيم. نشيل بس ايه نشيل دول. طبعا انا يعني دهنه الصينيه دهناها بزيت. اي ماده دهنيه هتحبي تدهني بيها ادهني. وايه مبطناها ايه بالكاكاو. دي على كاكاو يعني. لو بعمل فانيليا ببطل بايه بدقيق بس خلاص كده. شايفين؟ بس بشيل بس ايه اللي هو الكاكاو ده. هي مش محروقه يعني بس هو ده كاكاو بشيله بس. اعمل ايه بقى؟ هجيب الطواجن اللي عندي دي واقوم عامله ايه ايسه كده ومقطعه. يعني شايفين ومقطعه عليه اهي. اي حاجه بسكينه ممكن سكينه ممكن اي حاجه بس. واطلع ايه الكيك. طبعا الكيكه دي سميكه فايه فهقسمها. هقسم الكيكه دي كده. شايفين؟ عشان كده بقول لكم الصينيه هتبقى ايه احسن من الايه اهو. وهعمل ايه؟ هحط في لو انا حاسه ان هي مثلا كبيره شويه بقوم ايه اسمها كده اهو. سهله جدا مفيهاش اي حاجه اهو. خلاص. وابتدي بقى ايه اعمل كل الطواجن كلها اهوت. ماشي. لو انا حاسه في حته فاضيه حاجه اقوم مزوداها كده. شايفين؟ هعمل بقى كل الطواجن بكده وايه وهسقيها. هسقيها ايه معلش عشان انا ما بحبش حاجه ايه حواليا كده ايه. ما بحبش حواليا حاجه يعني بتبقى بحس ان انا مش عارفه اشتغل يعني. بسم الله الرحمن الرحيم. اجيب معلقه واقوم ايه ساقيه الايه الطواجن. هعمل كل الطواجن برضو ايه كده. طبعا دوت كاكاو وميه وايه وغليهم على اهو. عايزه تحطي لبن حطي. عايزه تحطي ميه حطي. وغليهم على غليهم وسبتهم يبردوا. واقوم ساقيه ايه. طبعا الكيكه بتاعتي جميله وحلوه قوي طريه اهي. بس مش محتاجه بس برضو بتديها ايه غناوه كده وحلاوه لما بتسقيها وسكر بس كده. شايفين انا مغرقاها ازاي اهي. شايفين انا مغرقاها ازاي بس. وبعد كده هجيب ايه هعمل كل الطواجن. معلش ده لا مين. هعمل كل الطواجن كده وهجيب اهو. انا ممكن اعمل برضو الطاجن التاني معاكم. هعمل كده
وهجيب كريم شانتيه. بسم الله الرحمن الرحيم. اهو، وهجيب كريم شانتيه وهقوم ايه حاطه على الطاجن. شايفين؟ عشان بس هوريكم بس ان انا ايه اللي هعمله. اهو يا رب تكون ايه انا ايه الكاميرا جايباني. اهو ادي ايه ده كريم شانتيه انا ضرباه. عايزه اقول لكم معلومه برضو في موضوع الكريم شانتيه ده. انا لما بضربه مع الميه بيديني كميه اكتر. اما بضربه مع اللبن بحس ان هو يعني عن تجربه، يعني انا بقول عن تجربه. اهو شايفين؟ اهو بس هكمل كل الطواجن بالشكل ده. احطها طبعا في التلاجة ايه تجمد شويه، وبعدين هاجي اقول لكم هعمل ايه. خلاص اهو ماشي. بس هحطها بقى ايه هعمل كل الطواجن بالشكل ده. وايه انا بقول لكم بس ايه عشان ما اطولش عليكم. احطها وبعدين هنيجي بقى نحط النوتيلا وهنشوف هنعمل ايه. بص انا خلصت الطواجن كده ايه كلها كريم شانتيه وسايبها. بس عايزه اوريكم برضو حاجه. ممكن تحطوا شوكليت قبل ايه، يعني تسقوها وتحطوا الشوكليت اللي هو ايه شيبسي ده او اي شوكليت عندكم. اهو شايفين دوت اهو بعمله كده اهو. واقوم ايه حاطه ايه الكريم شانتيه اهو بس كده وبسويها بقى. فاض مني الكريم شانتيه ما برموهوش طبعا، لان الطواجن دي انا بعملها. يعني تعملوها مشروع والله جميل جدا. الطاجن حلو قوي، بيتباع ب 40 جنيه ب 45، يعني مش هقول لكم يعني حلو يعني. كده بقى احطهم ايه في التلاجة عقبال بس ما يتشمعوا شويه. اطلعهم بقى ايه وازوقهم. دلوقتي بقى خلاص الطواجن تقريبا اتشمعت كده في التلاجة. انا ايه العلب دي ما برميهاش. انا بجيب نوتيلا سما. نوتيلا سما دي احلى حاجه بجد، يعني بصوا جميله وريحتها جميله كده وريحه البندق فيها. باخد مثلا ايه معلقه كده، بحط عليها معلقه زيت. بس ايه الزيت يكون نظيف يعني. تخيروا الزيت لازم يكون زيت كويس. دي طبعا لما بدوب فيها كده النوتيلا العلب بتبقى احسن ولا تطرطش ولا اي حاجه. اهو انا بقى ايه بقلب فيها النوتيلا كده، بخفها طبعا بالزيت اهو. اهو قلبي كده اهي، شايفاها تخف معاكي. اهو انا عايزاها ايه تتقلب حلو قوي عشان ايه ما تخرصش اهي. تبقى ايه تدي لمعه كمان كده على النوتيلا على الطواجن. شايفين؟ هعمل ايه بقى؟ هاجي هنا هجيب مثلا طاجن كده. بسم الله الرحمن الرحيم. يا رب يكون ايه باين في الكاميرا اهو كده. واقوم جايبه معلقه اهو، احط معلقه كمان بس. شايفين؟ واقوم ايه كده اهو يعني اهو. فيها حاجه؟ مفيهاش حاجه خالص اهو. بس هكمل كل الطواجن كده. هكمل كل الطواجن اهو. هقول لكم حاجه كمان هزوقه معاكم واكمل كل الطواجن واجي لكم بقى على الشكل النهائي عشان ايه ما اخدش وقت كتير. لان انا حاسه ان انا ايه ديت انا بشتريها كده هي. طبعا الذوق ده يرجع لكم. يعني موضوع اهو انا بجيبها كده شوكولاته وشايفينها ديت دي ب5 جنيه يعني مش غاليه. احطها بقسمها كده. اجيب سكينه اي حاجه اقسمها بيها كده اهي. شايفين اتقسمت اهي. واقوم حطاها كده على الطاجن اهو. طبعا يرجع ليكم الشكل ده يرجع ليكم انتوا. وهجيب بقى ايه اي شوكولاته معايا او شيبسي شوكولاته مبشوره. ممكن احط شوكولاته مبشوره على فكره كده اهيت. ممكن اكسر بقى اللون، يعني هتشوفوني طبعا انا آه، يرجع ليكم طبعا اهو. مثلا اهو اكسر اللون بيها كده
هعمل ايه؟ هعمل بس، هعمل كده بس حاجات على تدي بس منظر كده. شايفين اهو؟ بس كده الزواق هيرجع ليكم في ايه؟ زي ما انتوا عايزين بقى اهو، ما فيهاش اي حاجه. وهرجع تاني احطها برضو فين؟ في دي شيبسي اهو، دي شوكولاته ايه شيبسي اللي انا ايه حطاها اهي. يرجع ايه ليكوا برضو. انا بوريكم وانتوا ايه اعملوا ايه اللي ايه يعني يريحكم. بس كده هكمل كل الطواجن شكل جميل ازاي، واحطها فين؟ في التلاجة، واجي لكم على الشكل النهائي. او انا هاجي لكم على الشكل النهائي بعد ما اخلص الطواجن. دي طواجن النوتيلا، ده الشكل النهائي ليها. طواجن السعادة، طواجن النوتيلا، هي بصراحة طواجن جميلة جدا. وطبعا الشوكليت فيها يعني غني جدا، وكله بيحب الشوكليت. قد ايه جميلة وحلوة. شايفين الطاجن؟ الطاجن ده يعني بيتباع بره غالي جدا. اعملوه مشروع في البيت، مش مكلف كتير يعني. اعملي الخامات حلوة كده والشوكولاتة النوتيلا حلوة، هيجيب معاكي يعني ربح حلو. وان شاء الله ربنا يرزقكم يا رب. انا عاملاه بطلع الطاجن دوت. هو ممكن بيتباع ب40 جنيه، وفي اماكن ب60. وايه، وشوفوا الكيكه فاض منها قد ايه. فاض منها اهو، شايفين؟ لو عملتوه في الطواجن مش هيوفر معاكم زي كده يعني. انا اعمله لكم في الطواجن عادي مفيش مشكله، بس بقول لكم اللي ما عندوش مكان يعني الطواجن دي هتخش الفرن على مرتين. فطبعا الصينيه اوفر واحسن. انا عجبكم الفيديو لايك وشير. طبعا انا كنت مبطنه الصينيه، خلي بالكم مبطناها يعني. اي صينيه بطلوها اللي ايه برضو احتياطي. انا عجبكم الفيديو لايك وشير واشتراك في القناه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.